يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الأمل. صباحكم مشرق بنور الله. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى نعمل فطار النهاردة صحي، حاجة بسيطة كده وصحية جدا. طبعا ينفع جدا للي عاملين دايت. وقبل ما ابدا الفيديو ما تنسوش تشجعوني وتعملوا لي لايك، ولو اول مره هنا تشوفوني الجبنة اعملوا القريش اشتراك للقناه. وعملتها بالشوكة، وشكرا جدا على دعواتكم عشان ما الحلوة اللي يبقاش فيها اي بتشجعني تكتلات وبتديني طاقة إيجابية. فهرستها كويس. يلا بقى نبدا الفيديو بتاعنا. انا هنا بقى هرست الجبنة القريش، هرستها كده بشوكة. بهرسها كويس عشان ما يبقاش فيها اي تكتلات. وهبدا ان انا احط عليها زيت زيتون. زيت الزيتون طبعا كلنا عارفين هو قد ايه صحي، وهيكون احلى معاكي لو زيت زيتون اصلي، لاننا طبعا عارفين زيت الزيتون اللي موجود في السوق دلوقتي عامل ازاي. وانا عندي الحاج صاحب البيت بيجيب كميه محترمه، واول ما بتخلص بيجيب غيرها، بيطلب غيرها. والشركه دي بجد زيت الزيتون بتاعها رهيب. وكمان بنجيب من هناك زعتر، الزعتر بتاعهم حلو قوي. دلوقتي انا حطيت حبه زيت زيتون، وهحط كمان شويه زعتر. الزعتر ده بالسمسم. وحطيت كمان معلقه سمسم، معلقه صغيره كده من السمسم. وكنت على طول بحط حبه البركه بس هي كانت خلصت. وبقى عندك طبق جبنه قريش ملوش حل. لو مش بتحبي الجبنه القريش جربيها بالطريقه دي، وكمان كلها والله فيتامينات وكلها حلوه جدا. جبت بقى بطاطس. انا كنت سلقاها وحطها في التلاجة. انا كنت على طول بحمرها للاولاد، بيحبوها متحمره، مسلوقه ومتحمره. بس قلت اغير المره دي واعمل حاجه صحيه. جبت البطاطس بتاعي وهرستها بالهراسه. هراسه البطاطس دي هتساعدك جدا عن الشوكه، لانها تهرس معاكي البطاطس اسرع من الشوكه، مش هتخلي فيها اي تكتلات، وهتخليها شكلها كريمي كده، وكمان بتنجز معاكي. هعملها معاكم بطريقه حلوه جدا، وفي نفس الوقت تكون صحيه وهتدمنوها فعلا، هتعملوها على طول. انا واحده من الناس مش بتحب البطاطس المسلوقه، يعني مش بعرف اكلها كده، لازم ادخل فيها حاجه. بس لما جربتها بالطريقه دي حبيتها جدا. خلاص البطاطس اتهرست معانا وبقت دايبه خالص، ما فيهاش اي تكتلات. حطيت بقى حبه ملح صغيرين وحبه كمون، وحطيت هنا معلقه توم مفروم. ولو عايزه استغني عن التوم، بس هو بيخليله بصراحه طعم حلو وريحه حلوه، فانا هنا حاطه معلقه. انت ممكن تحطي نص معلقه، ممكن تحطي كميه بسيطه يعني. وحطيت معلقه كبيره سمنه فلاحي. طبعا انت ممكن تشوحي التوم الاول، يعني تحطي السمنه وبعد كده تشوحي فيها التوم، وبعد كده تنزلي بقى بباقي المكونات. بس انا ما عملتش كده، انا حطيت كله على بعضه، لان انا عايزاه تكون صحيه اكتر، ومش عايزه التوم فيها يكون متحمر. واستغنيت عن الخطوه دي عشان تبقى خفيفه اكتر على المعده. هنا بقى حطيتها على النار، واول ما بتبدا تسخن كده معايا، كنت مقطعه بقدونس على كزبره، بقدونس على كزبره خضراء. اول ما سخنت معايا نزلت بالبقدونس والكزبره مع بعض، تقلبتين بس وخلاص هتكون جاهزه. وانا ما نزلتش بالكزبره والبقدونس في الاول عشان ما يصفروش معايا، عشان نحتفظ بس باللون بتاعهم. والخضره اللي احنا حطيناها على البطاطس دي بتوديها في عالم تاني، بتخلي ريحتها حلوه جدا وطعمها احلى. وبكده هيكون جاهز معاكي اكله بسيطه جدا وخفيفه جدا، مش هتكلفك اي حاجه خالص، وهتنفع معاكي في فطار وهتنفع معاكي في عشاء. الاكله دي السعرات بتاعتها بسيطه جدا. انا هنا كنت بوريكم شكلها قد ايه هي كريمي وقد ايه هي حلوه. زينتها بقى بجزر مبشور. انا بحب طعم الجزر فيها جدا على فكره، وبحب طعم الجزر مع الجبنه القريش برضو. وعلى فكره برضو انا مش دايما بزين الاكل، يعني انا بزين الاكل لما بيكون النونو نايم وعندي وقت ان انا اعمل حاجه زي كده. وحطيت هنا شرايح فلفل كده. الفلفل ده كان مسكر جدا. قطعت بقى جنب الاكله دي طبق خضروات، طماطم وخيار وجزر وبنجر. طبعا كلنا عارفين فوائد البنجر، والبنجر اللي دلوقتي في السوق مسكر جدا وكتير جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ونتقابل في فيديو جديد.